كشف مصدر داخل النادي الإسماعيلي عن سبب تأخير إعلان تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستدير النادي الإسماعيلي حتى 2027 بعد قرار وزير الرياضة بإيقاف مجلس الإدارة. وقال مصدر في تصريحاته أن سبب تأخير الإعلان عن تشكيل اللجنة المؤقتة التي ستدير النادي الإسماعيلي هو الحصول على موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي لتعيين دكتور طارق رحمي رئيس اللجنة، حيث يشغل الأخير حاليا منصب عضو هيئة التدريس بجامعة قناة السويس، ولا بد من موافقة وزير التعليم العالي. وأضاف المصدر أن من المتوقع الحصول على موافقة الوزير والإعلان عن تشكيل اللجنة التي ستدير النادي الإسماعيلي خلال الأيام المقبلة. وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد أوقف مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وأحالهم للتحقيق بسبب وجود مخالفات مالية، ونشرت صفحة وزارة الرياضة البيان.